اسمي أحمد، عندي 20 سنة، وللمرة المليون أنا مش مدمن. يوميات 17. بقولها لك، أنا في حاجات كتيرة أوي في حياتي أعملها أحسن من. هنفضل على الحال دي كتير ولا إيه نظامي؟ ولا لازم يبقى عندي تحكم في نفسي أكتر من كده؟ ما ينفعش اللي أنا بعمله ده، لازم أشوف لي حل. حاجة زي دي تمشيني أنا يا فاشل، او على الاقل احدد مشكلتي طيب، واشوف ايه اللي بيوصل لده بيوصل لده بيوصل لده. حضرتك ما جربتش تظبط نومك؟ دي الفكره اللي جت في بالي اول حاجه، واكتشفت ان انا عشان نومي كان مقلوب، عشان انا راجل بيحب الشغل بالليل، ما بعرفش اشتغل الصبح في الدوشه وما الى ذلك. فمع اول مره زي اي حد حددت المشكله وعرفت حلها، اني لازم ولا بد اظبط نومي، وبالفعل قد كان. معذب حالك كده ليه يا ابني؟ ما تروح تنام يا عم. لا يا عم، بظبط نومي بس عشان محتاج اطبق يومين عشان اروح من قعدتنا دي انام على طول. لا لا، طبعا مبطل كل انواع الدخان اللي انت ممكن تتخيلها. معاك سيجاره يا اسطى؟ السجاير دي بتؤثر على الشهيه بتاعتي، وكون ان انا راجل بيحب الجيم وبيحب يروح الجيم، فخلاص يعني المفروض اللايف ستايل بتاعي يكون صحي. يا ابني انت مش كنت مبطل؟ فقررت ان انا ابطل، وحسيت بمشكله فعلا. مبطل يا عم مبطل، بس فاهم انا مش نايم بس يعني، ولزوم القعده الحلوه وكده فملاش لزوم، بتضيع فلوس برضه. فاول ما قلت ان انا هبطل، بس هات انت عارف ان انا كده وقت ما عاوز ببطلها على طول. يعني بطلها ايه بس؟ ده كل قعده يقول نفس البق الحمضان بتاع لزوم القعده يا اسطى، ولو عايز ابطلها هبطلها. اول ما قلت هبطلك يا سجاير، ده كفتاجي بيمشي شبه الكباب المدخن على القهوه، بطلتها تماما. المهم ارجع لك تاني في قصه تظبيط نومي عشان اتفادى غباوتي اخر الليل بعد 12. رجعت من القهوه مهدود طبعا، مفيش فيها مجهود ولا دماغ لاي حاجه زي ما توقعت، وخلاص اليوم كان مربوح. ظابط نومي ومش هسهر بعد 12 عشان اعمل هو انا حيوان؟ انا مفيش في اعراض مصاريمه ولا مجهود. ازاي دماغي وزتني لان افضل ماسك التليفون لحد تاني يوم الصبح، واستغبى واخري وابوظ نومي في نفس اليوم اللي كان المفروض يبقى يوم الخلاص اللي اظبط فيه مشكلتي. طبعا انت عارف احنا داخلين على الشتاء، وبتيجي مشاعر الاشتياق والحاجه للحنين وكده. في ناس اول ما تحس بالحاجات دي على طول بتروح بقى دماغها توزها لاي حاجه، لكن انا بدخل على طول فورتنايت اكرانك 90. هي فعلا حاجة مؤذية زي ما انت بتقول، لكن انا الحمد لله ثقتي في نفسي كبيرة جدا، ومش شهادتي الشخصية ابدا، لان دي هتبقى عجرفة مني، شهادة الناس اللي حواليا. يا ابني اللي بتعمله في نفسك ده غلط، وبدأ يحس دماغك حرفيا، مصطلحاتك كلها ما بقتش مظبوطة، وما بقتش عارف تفرق بينه وبين الواقع. يا عم انت اللي دماغك غلط والله، كل ما اقول كلمة تعلق عليها يبقى انت كده اللي دماغك بايظه يا جدع. بطل تجيب اللي فيك فيا يا علي، بالله عليك واهدى شويه. بقول لك ايه يا ابني، انت وهو بس معلش، ما تعرفوش حد هنا قريب بيبيع بطيخ حلو وطازة؟ هو انت بتعرف البطيخه الحلوه منين طيب يا ريس عشان اقول لك؟ حمرا. هي ايه دي اللي حمرا يا ريس؟ تيس. عندي حياه اكيد ومواهب كتير، حياتي مليانه فعلا. الكلام البديهي اللي بيقول لك عشان تبعد عن الشيء ده لازم حياتك تبقى مليانه انا عندي الحاجه، حياتي مليانه الحمد لله. بعد اذنك اخويا، بس طالبك في طلب اخوي. قول يا حبيبي. انا محترم والله، وده مش شكله واحد شحات. وصف يعني بلدكوا صعبه، المحفظه بتاعتك وقعت في النادي، امك تعبانه. اخلص يا ريس بالله عليك، هي 5 جنيه اللي معايا تاخدها ورد ضمير عن ذنب السيجاره اللي انا لسه جايبها، ولا ما تلزمكش اروح اجيب بيها سيجاره؟ لا لا، العفو يا حبيب اخوك، ربنا يزيدك. انا مش جالك في فلوس نهائيا، انا بس طالبك في 200 ميجا. اه قصدك دقيقتين مكالمه، ما يغلاش عليك يا لا عم. لا يا باشا، 200 ميجا 200 ميجا. اصل انا لا، انا في تالتة ثانوي ايه بقى هيقفشني. اصل زي ما انت عارف الكهرباء بقت تقطع من 12 لواحدة، والنت بقى بيقطع بعدها بساعة برضه، وانا راجل مظبط نومي وبصحى الصبح. عندك شغل يعني وعايز تنجز حالك؟ طب يا عم سهلة والله، ده انت ما طلعتش شحات فعلا وراجل محترم. يا باشا بصراحة كده انا عايز احمل فيلمين رأس شاشة وهوايات كتيرة قوي منها اني شخص ومهووس بالافلام. تقدر تورينا السيرش هيستوري بتاعك؟ السيرش هيستوري؟ لا طبعا ليك الحريه انك تشوف اللي انت عايزه عشان تتاكد من صحه كلامي ان انا مش مدمن. انا ما عنديش فكره الحاجات دي جت ازاي يعني.
ستي تقريبا كانت قاعده على الكمبيوتر. ده حتى مره افتكر كنا طالعين مصيف انا وعلي وسيتال قبل كده، فكنت بقول لهم افتحوا لي من باقه تليفوناتهم الخاصه. صلي على النبي يا باشا، الراجل ده مرة دخل الحمام كان لونه ابيض والله، اللي هي الكروت الفكه والحاجات دي عشان اتفرج على فيلم، عشان ارضي الهوس والهوايه اللي عندي اللي انا بحبها. دخل الحمام السبت الساعة 3 الصبح لونه ابيض، طلع يوم الاربع الساعة 7 بالليل، الواد يا عيني مهدود خالص معرفش كان بيتصارع مع معهيته الفيزيائية والرأسمالية جوه ولا ايه. الواد طلع اسود خالص وصوت الدش شغال من يوم السبت ليوم الاربع. ولما طلع قعد ساعة معانا كده مش على بعضه، بعدها قال لي يا اسطى معلش انا طالبك في 200 ميجا، اصلا نتيجة الثانوية العامة طلعت واخويا في الثانوية عامة عايز اجيبها له، والواد اصلا وحيد اخواته. الادمان دي كلمه قويه قوي، يعني لو انا مدمن كنت حسيت حتى اني مدمن واقدمت على خطوات للحل. يا عم والله دي اول سيجاره هشربها من زمان. طب جامد يا عم، يعني مش مرتبط بيها زي الاول ما شاء الله وبقيت قد كلامك. بقالك قد ايه كده؟ 3 دقايق. بعدين برضو الراجل دايما عنده اختيار، يا يعمل يا ما يعملش، يا يشرب يا ما يشربش. هو يبقى المتحكم في نفسه مش رغباته اللي سايقاه. He is an addict. He is for sure an addict. I can assure you, bro. He always talks about how he can control what he does and what he says, but he always get back to whatever shit he's trying to quit. Specify the problem and keep on fighting his need. No one can help him. He is the only one who can either destroy himself or fix himself. No one can fix anyone. Trust me, bro. I've tried thinking I'm being kind and honest, but I was just being a piece of garbage thinking she might change for me. استاذ خان بعد اذنك ما تطلعناش من الموضوع. I swear, bro, if I see her ugly face in the streets, I would rearrange her elephant-looking nose with her collarbone. يا استاذ خان. One time we were on a summer. He at least showers 3 times a day. That is not normal. بس يا خان انا سمعت ان انت برضو عندك مشكلة عويصة في المخدرات. كل شخص فينا عنده نقطة صفر بيحاول يعيش حياته كاملة من غير ما يرجع ليها تاني، سواء كانت شعور أو فعل. في اللي بيحاول يرجع بيته كل يوم بالليل ينام على طول من غير ما يسيب نفسه لدماغه اللي هتخليه يفكر في شخص بقاله شهور بيحاول يسهي نفسه في أمور الدنيا عشان ينشغل عنه، ففي أحد الأيام دماغه تكسب، يفتح التليفون يقعد يتفرج على صور خمسة وحبة بحبة يتعمق أكثر وأكثر، وهي دي بالنسبة له نقطة الصفر، ويرجع بعدها بنفس الطريق اللي كان ماشي عليه. طبعا بعد ما يقعد يعاتب نفسه يبص نفسه في المراية يقول إن أنت نكرة ولا شيء. في اللي بيحاول يبطل سجاير ويبدا يعد الايام اللي استبدل فيها السيجاره بصباع كفته او صباع حشيش، بس بيجي عليه يوم وينتكس على سيجاره كليوباترا ويرجع لنقطه الصفر تاني. انت فعلا لو انتكست عشان سيجاره كليوباترا فانت فعلا لا شيء، واليوم اللي بعده يرجع على مسار انه يعيش حياته كامله بعيد عن نقطه الصفر دي. مره تبقى يوم، مره تبقى شهر، مره تبقى دقيقه، وكل يوم بيعدي عليه من غير الشيء او الشعور اللي بيحاول يبعد عنه، فهي بمثابه خطوه ابعد عن نقطه الصفر. قد نتشارك وقد نختلف في نقاط الصفر الخاصه بكل شخص، بس ايا كانت نقطه الصفر الخاصة بك ومهما كانت عدد المرات التي انتكست فيها ورجعت ليها، فجهاد النفس على الهوى والبحث عن أفضل طريقة تلهيك عن هوى النفس، سواء كان ذلك بالعمل أو الدش الساعة وال10 ضغط اللي بتعملهم بعد 2 بالليل وبعدها ترجع زي الكسيح على السرير تاني، هو كل ما نملك حاليا. هذا كل ما يقال. أنت حر ما لم تضر وما لم تتعدى حدود الله. تحياتي.